بيبدأ فيلمنا برسالة من مكتب البريد الملكي، بيكون رايحة لشاب اسمه جاسبر، وجاسبر بيكون شخص مهمل وفاشل في حياته لأنه معتمد على باباه في كل حاجة حتى في شغله. ولما والده حاول إنه يشغله في أكاديمية البريد الملكي قعد يتدرب على الشغل 9 شهور، وفي النهاية فشل في كل التدريبات اللي مر بيها. وأول ما جاسبر بيقرا الرسالة بيرميها على الأرض وبيروح لباباه اللي بيقوله ان هو مش هيسيبه يكون مستهتر وفاشل ومعتمد على نفوذه والرفاهية، وبيبلغه ان هو خلاص نجح في الأكاديمية وهيكون سعي بريد. وبيبعته والده لجزيرة مهجورة وبعيدة جدا، بيقوله ان هو لازم هناك يبعت 6000 رسالة مختومة بنفسه في خلال سنة واحدة، وان هو لو فشل في المهمة دي هيحرمه من الميراث. ولما بينزل جاسبر المساعد بتاع باباه بيبلغه ان دي مهمة صعبة جدا، خاصة لانه هيعيش في جزيرة لوحده. فبيرد عليه وبيقوله ان هو عارف انها مهمة صعبة وهو بيعمل كل ده علشان مصلحته ويقدر ابنه يشيل المسؤولية. ولما بيسافر جاسبر بيكتشف ان العربية اللي هو بيسافر فيها متدمرة، وان المركب كمان اللي هو هيمشي فيها في المية ووالده مأجرها له متدمرة. واول ما بيوصل على الجزيرة بيكتشف ان هي جزيرة مليانة تلج وكئيبة جدا، وان اهل الجزيرة ناس بيتخانقوا مع بعض ومش طايقين بعض. وبعدها بيسأل السواق هما ليه اهل الجزيرة ما استقبلوهوش بحفلة، فبيقوله ان الاحتفال ده موجود فعلا، وان هو اول ما يضرب الجرس اللي موجود في نص الجزيرة الحفلة هتبدأ. واول ما بيضرب فعلا الجرس اهل الجزيرة بيتخانقوا كلهم مع بعض، فبيجري جاسبر وبيخاف جدا وبيستخبى جوه المدرسة. بس بيتفاجئ بالمكان لان هو مش شبه المدارس، وبيتعرف هناك على مدرسة اسمها ميس ألفا اللي أول ما بتشوفه بتعرف إن هو ساعي البريد الجديد، وإن السواق ضحك عليه وخلاه يضرب الجرس، وبالطريقة دي كل أهل المدينة يتخانقوا، وإنها بتكون خناقة بين أكبر عيلتين في البلد، والخناقة دي مش بتخلص غير لما حد فيهم يستسلم. فبتقوله انها المفروض انها مدرسة وانها بتعلم الاطفال، بس بعتوها للجزيرة الكئيبة دي، فاضطرت انها تشتغل في السمك لان المدرسة مقفولة ومفيهاش اطفال، وبتحوش فلوس علشان تطلع منها. وبعدها بيدخل عليهم السواق وبياخد جاسبر وبيوديه مكان البريد بتاعه، واللي بيكون عبارة عن عشة فراخ. وبيجي الليل وبيحاول جاسبر ان هو ينام في التلج، وبيصبر نفسه ان هو لازم يستنى ويصبر على الجزيرة علشان ما يخسرش الميراث. تاني يوم بيحاول ان هو يكون نشيط وبيدور على الرسائل اللي موجودة في صندوق البريد، بس بيلاقي ان كل الصناديق فاضية. بس بعدها بيلاقي ورقة وقعت من طفل محبوس في قمة البيت، والطفل بيطلب منه ان هو يرجع له الورقة بتاعته. فجاسبر بيقول له ان هو هيديله ورقته بس بشرط، وهو انه لازم يشتري منه طابع بريد واحد. وفجأة بيظهر والد الطفل وبيزعق لجاسبر وبيسيب كلابه عليه، وجاسبر بيجري والكلاب بتجري وراه، بس بيقدر يهرب منهم. وبعدها بيحاول جاسبر ان هو ما ييأسي ويعدي على كل البيوت علشان يلاقي الرسائل، لحد ما بيعدي على كل البيوت وبرضه مش بيلاقي ولا رسالة. وبتعدي ايام كتير وهو في الوضع ده، وبيكتشف ان في بيت واحد بس هو مراحوش، واللي بيكون موجود لوحده على اعلى قمة جبل موجودة في الجزيرة. وساعتها جاسبر بيروح للسواق وبيسأله عن البيت ده. السواق بيقوله ان البيت ده بتاع نجار وبيحب كل الزوار. ولما بيروح جاسبر البيت مش بيلاقي حد فيه، فبيدخل البيت علشان يتأكد ان مفيش حد فيه، وبعدها بيتقفل الباب فجأة من الهوا، بيقع بعدها كمية من الجليد بتمنع فتح الباب. بعدها بيولع شعلة علشان ينور المكان، وبعدها بيتفاجئ ان المكان مليان ألعاب. وفجأة بيظهر خيال الراجل ومعاه فاس كبير، بيخاف جاسبر جدا وبيطلع يجري من البيت. بس وقتها شنطته بتقع منه وبيطير منها ورقة الطفل الصغير. ساعتها النجار بياخد الرسمة ويشوفها، وبيروح جاسبر على مكتب البريد وبيلم حاجته كلها. بيقرر ان هو يسيب الجزيرة قبل ما النجار يعمل فيه حاجة. وفجأة وهو بيهرب بيلاقي النجار واقفله في نص الطريق، وبيسأله النجار عن الطفل صاحب الرسمة، وبيكون جايب له هدية، وبياخد جاسبر وبيروح على بيته. وبعدها بيديه الهدية وبيقوله ان هو لازم يدخل بيها لان هو سعي بريد، ان هو لازم يعدي من الاسياخ الحديدية والكلاب المتوحشة. وقتها بيظهر جاسبر وهو مرعوب ان هو يعدي السور،
بيقرر النجار ان هو يزق وبيدوس على الخشبة اللي جاسبر واقف عليها، وبيطيره علشان يدخل البيت من برج المدخنة. وبعدها بيدخل جاسبر من المدفأة بتاعة البيت، وهناك بيسيب الهدية وبيطلع يجري من البيت، وبيستخبوا هما الاتنين قبل صاحب البيت ما يشوف. وبعدها بيجي الطفل علشان يفتح الهدية وبيلاقي ان جواها ضفدع، وبيفرح جدا وبيفضل يجري في البيت، وبيتفرج عليه جاسبر والنجار وهما متأثرين. تاني يوم بيصحى جاسبر وبيلاقي أطفال كتير موجودين قدام المكتب، بيطلبوا منه ان هو يوصل رسايلهم للنجار اللي اسمه بلاوس، علشان هما كمان عايزين ألعاب زي ما صاحبهم حكالهم. ساعتها بتيجي فكرة عبقرية لجاسبر، وهو إن الأطفال اللي عايزين ألعاب يوصلوا رسايلهم للنجار من خلال مكتب البريد، وبيبدأ يعلم الأطفال إزاي يعملوا رسايل، وبيرسم على الحيطة جدول ازاي يقدر يوصل ل6000 رسالة. بياخد جاسبر الرسائل بتاعتهم وبيوصلها للنجار، بيحاول يقنعه جاسبر ان هو يوزع الالعاب اللي عنده، وبيقراله الرسائل بتاعة الاطفال علشان يستعطفوا. وفعلا كلاوس بيوافق ان هو يوزع الالعاب بشرط ان جاسبر يروح معاه، وبيديله ميعاد بالليل لتوزيع الالعاب. وبالليل بيحاول جاسبر ان هو يوزع الالعاب من خلال المدخنة زي ما كلاوس عايز، وبيطلع عليهم الصبح وبيكونوا وزعوا كل الالعاب. تاني يوم بيروح اطفال اكتر علشان يدوا الرسائل لجاسبر، وبتكون فيهم بنت من بلد تانية بتكون مش عارفة تتكلم بلغتهم، فبيتجاهلها جاسبر وبياخد بقية الرسائل من الاطفال. واحد من الاطفال بيقولوا ان هم مش عارفين يكتبوا الرسائل، بس هم عايزين العاب كتير، فبيقول لهم جاسبر ان هما لازم ينتظموا في المدرسة علشان يعرفوا يقروا ويكتبوا. وساعتها بتروح ميس ألفا لجاسبر وبتتخانق معاه لانها بتكره الجزيرة وعايزة تسيبها، وبتقوله انها ناوية ما تعلمش حد. بعدها جاسبر بيسمع الاطفال في الشارع وهما بيتكلموا على كلاوس وبيقولوا ان هما بيحبوه جدا. بنشوف جاسبر وهو بياخد الرسائل برضو من الاطفال وبيختمها، وساعتها بيجيله طفل ضخم وبيقوله ان هو ما خدش هديه من كلاوس وبيكون زعلان، وان هو حطله فحم بدل هديته. فبيقوله جاسبر ان الاطفال المشاغبين واللي بيعملوا دوشه ما بياخدوش هدايا، وان كلاوس عامل قائمه للمشاغبين. من بعدها كل الاطفال بيحاولوا ان هم يساعدوا اهاليهم ويعملوا افعال كويسه ويساعدوا الناس الكبيره، بيقطفوا كمان الكرز. وبنشوف ميس ألفا وهي بتاخد فلوس من المبلغ اللي هي محوشاه عشان تجدد المدرسه. وبنشوف بعدها ان كل الجيران بيتعاملوا مع بعض بلطف، بس كل اللي بيحصل في الجزيرة ده بيضايق زعماء عائلة كروم وإلينجبو، واللي بيحاولوا ان هم يقضوا على جاسبر وكلاوس، بس خطتهم بتفشل وبيحاولوا ان هم يهربوا منهم، وبتقع العربية منهم وبتتدمر. في وقتها طفل بيشوفهم هم طايرين في الهواء وبيروح على طول علشان يبلغ الأطفال ان كلاوس بيسوق عربية في السماء. ولما بيسمع كلاوس الكلام ده بيقعد يضحك على الأطفال. بعدها بيكتشف كلاوس وجاسبر ان الألعاب خلصت خلاص، وبيعرف جاسبر ان خلاص كده مفيش رسايل تاني. ولما بيروح جاسبر لبيته علشان يشوف حل، جيله فكرة ان في يوم راس السنة كل الأطفال يتوزع عليهم هدايا من المدفأة، وبيقترح عليه جاسبر ان هو يرجع يصنع الألعاب تاني زي زمان. بس كلاوس بيتعصب عليه علشان هو مسك المنحوتة بتاعته هو ومراته، وبيطرده بره بيته. ولما جاسبر بيرجع لمكتبه بيلاقي الطفلة اللي موجودة من قبيلة تانية وبتطلب منه هديتها بس بلغة تانية، فجاسبر بياخدها لميس ألفا علشان تساعده في فهمها. وفعلا بتحاول ميس ألفا انها تترجم كلامها. وبعدها جاسبر بيقرر ان هو اللي يعمل لها هديتها، وبيفضل جاسبر سهران علشان يعمل الهدية. ساعتها كلاوس بيشوفه وهو بيعمل الهدية، بيقرر ان هو يساعده علشان يعملوا الهدية بسرعة. وبعد ما بيخلصوا الهدية بياخدوا الهدية وبيسافروا بيها للقبيلة بتاعة الطفلة، بيسيبوها قدام بيتها وبيستخبوا علشان يشوفوا رد فعلها. وفعلا لما النهار بيطلع وطفلة بتشوف اللعبة بتتزحلق بيها على الجليد وبتكون مبسوطة بيها قوي، وبيتفرج عليها جاسبر وكلاوس وهما فرحانين. بعدها كلاوس بيحكي قصته لجاسبر وبيقوله ان هو قعد كتير قوي علشان يدور على البيت بتاعه علشان يعيش فيه هو ومراته، وكان نفسهم ان يملوه اطفال، بس بعدها التعب ظهر على مراته لغاية ما توفت. ومن وقتها حس ان هو ضايع ووقف شغل الالعاب لحد ما شاف فرحة الطفل باللعبة بتاعته. وبيقوله كلاوس ان هو ناوي يتوسع في شغله ويوزع كمان على القرى اللي جنبيهم، بس جاسبر بيبين ان هو حزين لان هو ما قداموش كتير ويقعد في الجزيرة. وبعدها بيروح للمدرسة وبيلاقيها اتغيرت تماما،
وبتقوله ميس ألفا إنها صرفت كل الفلوس اللي معاها علشان تجدد المدرسة وتعلم الأطفال. بعد كده بتمسك إيديه وبتجري بيه برا المدرسة وبتوريه التغييرات اللي هو عملها في المدينة، وفعلا بيتفاجئ بأهل الجزيرة وإن هم عاملين احتفال ومشغلين الأنوار، الأطفال اللي بيلعبوا مع بعض والكبار اللي قاعدين مع بعض من غير ما يتخانقوا. بنشوف بعدها جاسبر وكلاوس وهما بيصنعوا الألعاب. بعدها بيتفاجئ بأهل القرية اللي جنبيهم جايين علشان يساعدوهم، وبيبدأوا يصنعوا عربية جديدة للأطفال علشان تنقل الألعاب فيها. بعدها بنشوف زعماء عيلة كروم وإلينجبو بعد ما بيعرفوا خطة جاسبر في تحقيق 6000 رسالة، فبيحطوا رسائل زيادة في المركب اللي بتوصل للرسائل علشان يخلص ال6000 رسالة بسرعة ويمشي من الجزيرة. وبيجي يوم 24 ديسمبر وده اليوم اللي بيوزعوا فيه الهدايا. بيتفاجئ ان ابوه جاله مخصوص علشان يرجعوا لمدينتهم بعد ما حقق ال6000 رسالة وحقق مكانهم 14000 رسالة. بيتفاجئ جاسبر بالرقم، بس من بعيد كلاوس وألفا بيعرفوا ان هو شخص اناني وان هو عمل كل ده علشان يعمل رسائل. لما بيجي جاسبر علشان يشرح لهم هما بيسيبوه يمشوا. وبعدها بنشوف الطفلة الصغيرة وهي بتجري ورا المركب علشان تنادي على جاسبر، بس بتلاقيه بعدها قاعد على رصيف المينا، فبتفرح قوي وبيشرح لها ان والده مبسوط جدا وفخور بيه لان هو عمل شغله وكمان عايز يفضل في جزيرة مع اهلها. وهو بيتكلم بيشوف زعماء القبيلتين وهم رايحين على بيت كلاوس، وبيفهم وقتها ان هم ناويين يدمروا الالعاب اللي هتتنقل للاطفال، بس بيلحق يحط الالعاب على العربية وبيهرب بيها، بس العربية بدل ما تطلع على قدام بترجع على ورا علشان بينسى يربط الحيوانات فيها، وبتتزحلق العربية على طول الجبل وبتجري وراهم القبيلتين علشان يدمروا الألعاب. وفجأة بتتزحلق بنت زعيمة كوروم على حافة الجبل، بس بينقذها ابن زعيمة إلينجبو. جاسبر مش بيلحق ينقذ عربية الأطفال وبتقع كل الألعاب وبتضيع. وبعدها بيتأسف جاسبر لكلاوس لأن هو معرفش ينقذ الهدايا، وبيكون في تحت رجله لعبة ولما بيدوس عليها بيكتشف إن هي قطعة خشب. بيفهم وقتها إن كل الألعاب اللي وقعت ألعاب مزيفة وإن الألعاب الحقيقية موجودة على العربية اللي موجود فيها ميس ألفا. ميس ألفا بتقول لجاسبر إنها سمعت الأطفال وهم بيتكلموا على اللي أهلهم ناويين عليه، وبيقول كلاوس لجاسبر إن هم لازم يتحركوا بسرعة ويوزعوا الألعاب قبل طلوع الشمس. وبينتشر الفرحة في الجزيرة كلها وأهل الجزيرة بيفضلوا يتطوروا. مع كل سنة بتبدأ الرسائل تزيد وجاسبر وكلاوس بيعرفوا إن هم يوزعوا شغلهم على بقية المدن اللي جنبهم. بنشوف بعدها جاسبر بعد ما اتجوز ميس ألفا وخلفوا طفلين. بيفضل كلاوس يعمل الألعاب يوم في السنة لكل الأطفال لحد ما بيختفي وكأنه ما كانش موجود، بس بيظهر يوم واحد في السنة وهو توزيع الألعاب. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.